هنا البنات انا حضرت الطاوه ديالي، وهذا هو البوق اللي غنخدم به. بسم الله على بركه الله. بغينا نديروها بالطول، بغينا نديروها هكا كما نحبوا. انا غادي نديرها هكا على شكل وريضه. دابا انايا جهزت، غادي نديرها على شكل وريضه هنايا. بسم الله. على هذا الشكل غادي نحاول نقرب لكم. بهذا الشكل كناخذوا العجين نتمنى تكون واضحه. هنا مع الورق كيتحرك بزاف ملي كنحط عليه البوق، كيساعدنيش انني بسهوله نضغط. كتجي زوينه خفيفه. كيجي وريضات. بغيتو كميه كثيره ممكن تضاعفوا الحجم كما قلت، راه ما كتاخذش الوقت بزاف وما فيهاش مكونات بزاف، يعني شي حاجه الاقتصاديه وفي متناول الجميع. على هذا الشكل كنستمر حتى نكمل الوحدات ديالي ونلتقي معكم ان شاء الله. وها هي كتجي على هذا الشكل الحليوه ديالي. انا هنايا مشعله الفران على درجه حراره 250 الفوق لتحت. كتجي على هذا الشكل. عرفتوا واش كيبان؟ هادشي كيبان لي مش واضح. شفتوا على هذا الشكل. وهي خرجت ليا طاوه، يعني كميه لا باس بها اللي غنحتاج في الصباح ديال عيد الفطر. والتقى معكم ان شاء الله في الطبق النهائي. كان هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا السهله والبسيطه. انا زينت هاد الوريضات بشويه الشوكولاته كان عندي. كتجي على هذا الشكل، وصفه سهله واقتصاديه، وعلاش لا ما نزينوش بها مائده العيد ديالنا ان شاء الله. كتجي على هذا الشكل هانتوما. الا ما عندناش الشوكولاته ممكن نديروا عليها السكر كلاصي، بغينا نخليوها عاديه. اذا عندنا فواكه جافه ممكن نحطوا فواكه جافه في الوسط ديال الوريضه. وكتجي على هذا الشكل، وكنتمنى تعجبكم.